مالك يا ابو السعود؟ والله يا ابو الجود، الواحد قاعد درهان. من ايه؟ يا راجل، مرتب شهر 4 ده مال؟ تقولش هو فاسي فيه عفريت يا حاج جودة؟ لا اله الا الله. مش عارف انا فاسي فيه عفريت ولا بالظبط. تقول يا اخي، هو احنا عايشين في دوامه؟ الواحد قاعد عمال يضرب اخماس في اساس ويجيب ورقه وقلم ويقعد يحسب من هنا ويجيب من هنا ويودي من هنا. طيب هنجيب منين مصاريف شهر رمضان؟ قول يا رب. وبعد مصاريف شهر رمضان داخل عليك مصاريف شم النسيم، قول يا رب. وبعد كده داخل كحك العيد وبسكويت العيد ولبس العيد. الواحد من قاعد ماسك الورقه والقلم هيختل، يجيبها من هنا يوديها من هنا، مش عارف اروح فين واجي منين. المرتب يوم واحد في الشهر يا ابو الجود تقبض وتروح تدي ضرب المكنه تطلعهم. يوم 5 بالظبط تمد ايدك في جيبك ما تلاقيش ولا منديل. والواحد يوم 5 يقعد على الحديد، عمالين نلف يا ابو الجود زي ما يكون طور في طحومه في ساقي. لف 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 مش مخلص لك، زي ترس المكنه الدوتس الالماني. لا عارفين نودي منين يجيب منين، ولا فان يجيب لفان. العمليه بايظه خالص مع الواحد مش عارف يلمها، مش عارف اروح فين واجي منين. يلمها ربنا يا عم ساعد، يلمها ربنا. ما انت لو ما تمشيش بالورقه والقلم وتسيبها على الله هتمشي لوحديها من عند ربنا. هو ربك هيمشيها. ويعني ايه؟ انت طول ما انت بتحسب لها مش هتمشي. مش بتحسب يعني لها. اعمل ايه امال اروح؟ قول يا رب، ما تقولش اي حاجه يا عم ساعد. والله يا جوده قول يا رب. الواحد عمال معارف فان بيودي الفان ولا منان يجيب منها.